ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بفيديو اسطوري بس قبل ما تروحوا متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا يا جماعه احنا اسفين على اللي حصل في الفيديو اللي فات، لان الفيديو قفل مره واحده واحنا بنلعب مباراه دوري الابطال. بس طبعا النتيجه فضلت زي ما هي. اللي حد ما شافش الفيديو راح يتفرج عليه. خلص 2-0 يعني، وخدنا الثلاث نقط وفضلنا متصدرين دوري ابطال اوروبا. دلوقتي بقى هنكمل نفس الحلقات وهنكمل مع موناكو لغايه اخر الموسم، بعد كده ننتقل بقى لاي فريق تاني. فيلا بينا نبتدي الاول في الدوري. طبعا المره اللي فاتت عملنا نتائج بصراحه يعني مش عاوز اقول وحشه، بس بصراحه نتائج مش ولا بد. يعني احنا كنا الاول ماشيين تحفه ونكسب الدوري ده. خسرنا ماتش، تعادلنا ماتش، وكسبنا ماتش، وكسبنا في ماتش بدوري الابطال. فيعني ايه مش قد كده. فالنهارده عاوزين نعوض كل اللي حصل ده، وان شاء الله انا اسجل اهداف برضو وكل حاجه هتبقى تمام. فيلا بينا يا جماعه، هخش على الدوري هناك اهو في دوري 15 وهنقابل فريق باريس، بس فريق باريس التاني اللي هو غير الباريس اللي احنا نعرفه. فيلا اهو، وادي يا جماعه دي التشكيله. اوكي، وانا اهو يا جماعه قررت العب في النص هنا. فيلا 3 2 1 نبدا المباراه. معلش يا جماعه لو الفيديو برضه قطع في اي وقت تاني زي دلوقتي كده، قطع في اي وقت معلش يا جماعه، وان شاء الله مرحبا يعني بكم في المباراه. يبدو ان الجماهير متحمسون حقا للمباراه. بدات المباراه يا جماعه والكره معاهم، قطعناها. يلا يا بوجبا، حلوه، يدفعها للامام. حد اداها لي يا جماعه، تمريره طويله، يلا جول. له من يا ابن اللعيبه، حلوه الرأسيه، حلوه الرأسيه، حلوه. للاسف بدأنا يبدو ان اللاعب نسي حذاء التسديد الخاص به. تسديده من الزاويه، اعتراض في الوقت المناسب. لا خلي بالك الدفاع، خلي بالك. يبحث عن مسار تمرير، خلي بالك. انتهت المرحلة الافتتاحية من المباراة وهناك علامات واعدة من كلا الجانبين. تسلل للأسف عشان كان واقف في مجرى التسلل. يبحثون عن خلق مساحة. أنا هو يا جماعة أنا بحاول أضغط عليه. أيوة كده، الله عليا، حلوة. يلا أنا بجري أهو بقى أقوى سرعتي. روح روح. العرضية قادمة، حلوة. حاولت اعمل عرضية هنا رمية تماس، بس على طول الدفاع شالها. سنبدأ اللعب بالتماس. حاول تمريرة بينية، حد يشوت يا جماعة وحد يباص. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. لاعب جيد، 1 ضد 1. انا هو يا جماعة بحاول اضغط عليه. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. ايوه، ستتم إضافة بعض الدقائق بعد الوقت الأصلي. يا جماعة أهو يحمل الكرة إلى الأمام. انتهى الشوط الأول. نهاية الشوط الأول من المباراة. أوكي، أنا هو يا جماعة بفكر أدخل نفسي جوه شوية وأشوف ممكن نعمل إيه. الكثير للنظر فيه بناء على ما رأيناه حتى الآن مع بداية الشوط الثاني. روح، أيوة باصي، يلعبها طويلة، يلا جول. أيوة جول الأول من السويسري. عاوزين يا جماعة لا تزال النتيجة تحت السيطرة، ولكن هذه دعوة للاستيقاظ. يا جماعة أنا هو بس إيه الواحد فقدان الاستحواذ. أيوة، تمريرة للخلف، شيء سلبي بعض الشيء. يفشل في الاحتفاظ بالكرة وفقدان للكرة. روح، يمررها نحو الأمام. روح، تسديدة قوية، إنها نعم يا ابن اللعيبة. الله عليا فيلو، الله يا لهوي على الجون يا جماعة. لا 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 لا، أسطورة. أنا استلمت الكورة يا جماعة وشوت صاروخ في المرمى. الله لا لا، الله أيوة كده. عاوزين نسجل أهداف أكتر وأكتر عشان يعلى كده. أيوة كده،
تذكير بأنه لا يوجد قيموا يا تقدم جماعة مريح الهدف، تماما في قيموا يا هذه جماعة اللعبة. الهدف. لاعب جيد، 1 ضد 1. يحمل الكرة إلى الأمام. روح يا بوجبا. تمريرة خاطفة. روح. انفراد. إلى مساحة مفتوحة، رؤية واضحة للهدف. لا ايوه كده هي دي الماتشات اللي بجد. ايوه الله عليكم يا موناكو بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة. ايوه دي اللي بالاحتفالات. يجري الفريق هو ده موناكو اللي تغييرا. انا اعرفه. عاش يا رجاله عاش. على الرغم من هذه الانتكاسة يا لا لهوي يزالون الحكم في بيدي مقعد 14 دقيقة. القيادة. أول مرة أشوف حد بيدي 14. ليه يا جدع؟ ده ماتش دوري يعني. يفشل في الاحتفاظ أنا يا جماعة بالكرة. بحاول أقطع بس الواد بصوا على طول. مش عارف أنا 14 دقيقة ليه؟ فقدان الاستحواذ. يعني ليه بجد يا حكم يعني؟ يا أيوة لها روح. من فرصة، بقي روح. فقط الحارس. الرابع تسديدة. يا جدع يحتاج إلى تحسين بتحطها دقة فين يا جدع؟ التسديد. هو أنت عشان سجلت جون؟ قرروا أن الوقت يلا عادي قد مش مهم حان الحمد له لله الذهاب إلى كسبانين. مقاعد البدلاء. لا مزيد من انتهت الوقت المباراة يقول الحكم، رسمياً. وهذا يكفي. بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة. أيوة كده عاوزين نرجع. يلا نخش على المباراة اللي بعدها. بصوا احنا هنلعب كده ايه مباريات كتيرة جدا جدا في الدوري. يعني مثلا حوالي مثلا 5 مباريات او ممكن 3 مباريات. خليها 3 مباريات ونرجع للبطولة الأعظم دوري أبطال أوروبا. بقينا في المركز الثالث وهنقابل دلوقتي فريق ليل مش عارف انا ايه ليل الفرنسي. فيلا بينا ندخل المباراة. وادي التشكيلة وانا هدخل نفسي جوه عشان المرة اللي فاتت عرفت اجيب اجوان وكده واشوف يعني هعمل ايه. ودي التشكيلة ويلا بينا على المباراة. هنعمل لها محاكاة في 3 2 1. رسميا انتهت المباراة بنتيجة 4-0. نتيجة حلوة جدا جدا. 4-0 وانا ما سجلتش. اللي سجل الهدف الاول مش عارف هم طبعا النتائج متلخبطه. هو بوجبا سجل هدفين والنتيجة تقيلة 4-0. كان نفسي طبعا اسجل بس يعني عادي. الاهم ان احنا كسبنا. وتعالوا نشوف دلوقتي بقينا في المركز الكام. 4-0 نتيجة حلوة قوي. بقينا في المركز الثاني ورا باريس. ايوه كده بس الفرق ما بيننا 7 نقاط بحالهم. يعني فرق طبعا كبير بس ان شاء الله نرجع. هنقابل دلوقتي فريق مش عارف اسمه رين. هو كاتبين كده في الجولة ال17. فيلا بينا نروح. والتشكيلة زي ما هي. عارف والله بفكر العب هنا. مش عارف بفكر يا جماعة اجرب العب مهاجم جنبه. طبعا دي حاجة صعبة جدا ومستحيلة يعني اللي هو ازاي يعني اقف مهاجم. بس هجرب. طبعا الطاقة قلت جدا بقت 73 لان ده مش مركزي اصلا. بس هجرب واحاول واشوف هعمل ايه لما هبقى مهاجم. وهنعمل طبعا المباراة محاكاة ف 3 2 1. ضد اللاعب. يا جماعة انا اتصبت للاسف بجد. حاجة متقرف. اتصبت بجد اصابة رخمة. بالتأكيد اللاعب وهو خد انذار بس بطاقة. انا مش عارف بجد ايه القرف ده. يعني هو ساب كل الناس وجاي يعمل لي اصابة انا. إنه تبديل. بجد يعني حاجة تقرف في الماتش ولسه الماتش 0-0. تسديدة. الحارس لم يتعرض للضغط. أوه قريب يعني هو اصلا الحكم صفر. يعني حاجة بجد تقرف واتصبت على الفاضي. يعني ايه ده؟ مش عارف انا ايه ده بصراحة. وانتهت المباراة 0-0. يعني بجد اصابة ملهاش اي 60 لازمة. تعال نشوف يا جماعة هنقعد قد ايه عقبال ما ارجع من الاصابة دي. وبقينا في المركز الثاني وهنقابل فريق سهل جدا. تعال نشوف يا جماعة الإصابة بتاعتي هتقعد قد ايه. هتقعد أسبوع 7 أيام. الله يحرق اللي أصابني.
يعني انت سبت كل الناس وجاي تسيبني، يعني حاجه بصراحه تقرف يعني. وهنلعب بقى بالتشكيله دي وخلاص، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. هنلعب بقى بالتشكيله دي وخلاص، وللاسف بقى احنا مصابين اهو. هنرجع للإصابة بعد 7 أيام، ويلا نلعب هذه المباراة ونشوف الفريق هيلعب ازاي وانا متصاب. إنها قيد اللعب، وعلى ملعبنا وسط جمهورنا لازم نكسب بقى. فرق كبير جدا ما بيننا وما بين باريس، تقريبا 10 نقط او اكتر كمان، فلازم نكسب. عليك إبعاد الكرة. ده غير كمان ان الفريق سهل يعني، فخلاص بقى. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. مش عارف ايه اللي خلاني اشوط من الحتة دي. تصد رائع، أداء رفيع المستوى. فقدان الاستحواذ. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يحمل الكرة إلى الأمام. لم تكن محاولة صعبة للحارس. الربع الأول من الساعة انتهى. الفرق تحاول فرض سيطرتها. يا ولد يا ولد، قلت لكم الدنماركي الواد الشاب ده ليه مستقبل أسطوري. حلوة بالراس. 1-0. مرة أخرى قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. تمريرة بينية. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. طب انت ليه بتشوط على طول؟ تصد مذهل، لقد أنقذ الحارس فريقه. حاول تمريرة بينية. تمريرة بينية جميلة. عليك إبعاد الكرة. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يا عم بتشوت ليه على طول يا جدعان؟ سيكونون سعداء بأداء الفريق في الشوط الأول. الشوط الأول 1-0 لينا. تصد رائع. الشوط الثاني أخيرا يبدأ. لاعب جيد، 1 ضد 1. فقدان الاستحواذ. موقع في القائم الخلفي. جول. كان ذلك تصديا مذهلا، بس ما جاتش على راسه. تدخل في الوقت المناسب. يحمل الكرة إلى الأمام. جات في العارضة. سيحدث مش ممكن يا جماعة اللي بيحصل ده. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. علينا بقى. اقطعوا. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. نطحوا. يحمل الكرة إلى الأمام. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. النهارده تم التصدي من الحارس بشكل مثير للإعجاب. لاعب جيد، 1 ضد 1. اهي. فقدان الاستحواذ. لا مزيد من الوقت يقول الحكم، وهذا يكفي. بنتيجة 1-0 بالرغم من أنه كان فوزا ضيقا جدا، إلا أن النتيجة تستحق العناء. ولسه في المركز الثاني ولا ايه اللي حصل؟ الحمد لله لسه في المركز الثاني ب36 نقطة، وهو باريس 45 نقطة. ان شاء الله نلحقه. نقفل طبعا الفيديو لغاية هنا، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك. ان شاء الله الفيديو الجاي بقى هيكون مباراة دوري ابطال، وهنخلص بقى اخر مباراة ومباراتين في مرحلة الدوري، ونخش بقى على الادوار الاقصائية وكده. فالفيديوهات اللي جايه كلها في سلسلة موناكو دي كلها دمار. متنساش تعمل لايك واشتراك. بحبكم جدا. سلام.